امبارح كان عيد ميلاد بنتي، فانا حبيت اعمل لها تورتايه تكون سهله وبسيطه، اي حد يقدر يعملها. ما فيهاش اي تعقيدات خالص، سهله جدا لاي حد مبتدئ يقدر يعملها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا غايه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف عملنا التورته الجميله دي ازاي. اول حاجه بعملها اما اجي اعمل كيكه، بولع الفرن بتاعي على درجه حراره 180. بعد كده بجهز الصينيه، ادهنها زبده كده، وبحط فيها ورق زبده او رشه دقيق، وابتدي اظبط كده ورق الزبده فيها. بعد كده عندي ده كان 9 بيضات. البيض كان عندي صغير فانا عملت 9، لو البيض حجمه كويس استخدموا 7 بيضات بس. بعد كده هبتدي افصل البياض عن الصفار بالشكل ده كده، وهحط البياض لوحده والصفار لوحده بالشكل ده كده لحد ما اخلص الكمية كلها. بعد كده هاجي على البياض احط معلقة خل كبيرة، وابتدي اضرب البياض كده. اهم حاجة البولة تبقى نظيفة خالص، ما فيهاش ولا نقطة مية، وبرضو المضرب ما يبقى فيهاش فيه مية خالص. وهبتدي اضربه بالشكل ده كده لحد ما يعمل معايا فوم كده. هبتدي انزل بالسكر، دي كانت كوباية سكر، وهنزل بالسكر على 3 مرات، مش هنزل بيه مرة واحدة. وهضرب تاني لحد ما يختفي اول سكر حطيته، وبعد كده هحط شوية تانيين وهضربهم برضو، وما يختفوا هحط الباقي بالشكل ده كده. افضل اضرب فيه لحد ما يبقى عندي بالشكل والقوام ده بالظبط كده. شايفين تقيل ازاي؟ لو انا جيت قلبت البولة كده مش هيتحرك منها ولا هينزل خالص. ده الشكل اللي انا عايزاه. بعد كده عندي الصفار هحط عليه فانيلا، واستخدموا نوع فانيلا كويس تكونوا استخدمتوه قبل كده. وبعد كده هضربه الصفار كده. وبعد كده هحط ربع كوباية زيت و5 معالق لبن كبار، وهضربهم بالمضرب مع بعض. عادي جدا لما يبقى المضرب عليه بياض كده واضرب الصفار عادي جدا، انما ما ينفعش اضرب الصفار وبعد كده اضرب البياض. بعد كده عندي كوباية ونص دقيق، حطيت عليهم رشة ملح صغيرة ومعلقتين كبار نشا ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. بعد كده هبتدي انخلهم كده. وده كان دقيق عادي متعدد الاستخدامات، مش دقيق اسبونش او حاجة. وبعد كده هبتدي انخله كويس كده، وممكن تنخلوه مرتين، بيخلي الكيكة هشة وجميلة جدا. هنخله كده كويس. هقلب الدقيق مع الصفار البيض كويس كده. بعد كده هتلاقوا الخليط ده تقل معاكم جدا. هاخد بقى من البياض واحط عليه شوية كده لحد ما يفك. انا مش عايزة احط الصفار والدقيق على البياض، عشان انا عايزة البياض يفضل محتفظ بالهواء اللي فيه، فعشان كده خدت من البياض وحطيت عليه لحد ما يفك معايا. بعد كده اما يفك معايا بالشكل ده، هبتدي بقى انزله على البياض واقلبه من تحت لفوق كده، مش عايزة اخرج الهواء اللي فيه. هفضل اقلب من تحت لفوق كده لحد ما الخليط كله يتخلط مع بعضه ويتجانس كده. انا بقلب بالراحة جدا بس عشان انا مسرعة الفيديو، فعشان كده هو باين ان هو انا بقلب بسرعة، بس انا كنت بقلب بالراحة جدا من تحت لفوق بالشكل ده كده. مش عايزة البياض يفقد الهواء اللي فيه لحد ما الخليط معايا يبقى بالشكل ده كده. بعد كده بقى هحطه في الصينية، وده بيبقى القوام بتاعه بالشكل ده كده. طبعا الفرن شغال على درجة حرارة 180، وهدخل الصينية على الرف الوسطاني. هعمله بعصاية الشيش طاووق كده عشان اطلع الفقاعات اللي فيها بالشكل ده كده. وبعد كده هخبطها خبطتين كده عشان تطلع برضو الهواء اللي فيها، وهدخلها الفرن. وده كان شكلها بعد ساعة. بعمل لها اختبار، العصاية طلعت نظيفة. وبعد ما بقفل الفرن عليها، انا بسيبها 5 دقايق بعد ما بقفل الفرن عليها. هي طلعت بعد ساعة بالظبط. وده كان شكلها، شايفين ما شاء الله حلوة جدا، هشة وجميلة. كيك الاسبونج من الكيكات الحلوة جدا اللي بتبقى حلوة قوي للتورت. بعد كده هسيبها تبرد بقى براحتها،
وانا عملت منها نسخة تانية، بس انا بقى دي ما فصلتش الصفار عن البياض، عملتها بس الفرق ان انا فضلت اضرب فيها حوالي اكتر من نص ساعة، انما اللي فصلت فيها ان البياض عن الصفار دي ضربت البياض حوالي 10 دقايق بس، وهو ده الفرق، بس بيبقى لونها مختلف برضو شوية. شايفين دي صفرة دي بيضة كده شوية، بس الاتنين كانوا ناجحين جدا مرتفعين وحلوة قوي. هبتدي بقى اقطعها بالشكل ده، احاول على قد ما اقدر ان القطعة تطلع قد بعضها. شايفين ما شاء الله من جوه عاملة ازاي، طرية وجميلة جدا. انا هقطع الكيكة على 3 كده، ممكن تقطعوها على 4 بس انا قطعتها على 3. ودي كانت اللي ما فصلتش فيها الصفار عن البياض. شايفين شكلها عامل ازاي، حلوة جدا. انا بس كنت هعمل حاجات تانية عشان كان عيد ميلاد بنتي، فانا عملت 2 وحبيت اوريها لكم. انا بس هاخد منها واحدة بس، وهسيب الباقي هعمل بيه حاجات تانية. شايفين عاملة ازاي، حلوة جدا. هي بس لونها مختلف شوية، بس نتيجة الاتنين حلوة جدا. بعد كده بقى عندي شوكليت بيضة، اي نوع تحبوه او تفضلوه. هقطعها كده بالشكل ده، وبعد كده بقى هحطها في بولة واحطها تسيح في الميكروويف او على حمام بخار، تبقى عندي بالشكل ده. هعمل بقى الكريم شانتيه. انا استخدمت من الاظرف دي 8. وبعد كده هحط لبن مثلج او مية مثلجة، وبعد كده هحط من الشوكولات اللي انا سيحتها، حطيت حوالي 200 جرام على الكريمة، وبعد كده هبتدي اضربها. وكل ما تحتاج سوائل هبتدي احط لها، بيبقى مكتوب على العلبة بتحتاج سوائل قد ايه، وهفضل اضرب فيها لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي. هسيبها في التلاجة بقى، وده شكل انا هعمله بالشوكولات كده، وهقول لكم في الاخر انا عملته ليه. هعمله كده، هوزعه كويس في القالب ده، كان قالب كاب كيك اللي هو العادي ده، وهحطها في الفريزر. وده شكل تاني هعمله كده، هحط فيه الشوكولات وبعد كده برضو هحطه في الفريزر. هنا بقى هبتدي اعمل التورتايه. عند الطبق اللي انا هحط عليه، هحط عليه شويه كريمه كده، وبعد كده هبتدي احط اول طبقه من الكيكه، وهسقيها لبن. ده لبن معلهوش اي حاجه، معلهوش سكر يعني. ممكن تسقوها بشربات خفيف، او ممكن تسقوها بالميه اللي بتبقى في مع الكمبود والفاكهه دي اللي بتبقى في العلب بتاعتها. وهبتدي احط طبقه كريمه كده بالشكل ده. انا مش عايزه احط كريمه كتير عشان انا حاطه فيها شوكولاته بيضه. وبعد كده انا هنا كنت هحط فاكهه، كنت هحط اناناس وفاكهه وكده، بس البنات عندي قالوا لي لا مش عايزينها بفاكهه، فانا اكتفيت بشويه الاناناس دول. وبعد كده مش هحط. هظبط طبقه الكريمه كده، وبعد كده هحط طبقه تانية من الكيكه. وانا هنا بقى اللبن كان خلص، فابتديت احط من الميه اللي كانت في علب الفاكهه، وهبتدي اوزع كريمه كده بالشكل ده. ولو انتوا حابين تحطوا اي نوع فاكهه حطهم براحتكم. وبعد كده هبتدي اوزع الكريمه بالشكل ده كده على الطبقه كلها. وبعد كده هحط طبقه تانية وهسقيها برضو. وبعد كده هحط طبقه كريمه. انا عملت 4 طبقات، طبعا ممكن تعملوا طبقتين او 3 طبقات براحتكم. وبعد كده دي اخر طبقه، انا حبيت احطها تبقى مسويه كده، بس انا سقيتها الاول وبعد كده حطيتها. وهبتدي بقى احط الكريمه وهوزعها كده بقى على التورتايه كلها بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. لحد ما التورتايه كلها تبقى عليها كريمه. مش عايزه ازود كريمه قوي عشان التورتايه ما تبقاش مسكره قوي، لان حاطه فيها شوكليت. وهبتدي اوزع بالشكل ده كده. هستخدم بقى اي حاجه مسطحه اساوي بيها الوش كده والجناب بالشكل ده كده، وهوزع كويس. والحتت اللي مش موجود فيها هحط فيها. ممكن مسطره، اي حاجه مسطحه متوفره ممكن تقدروا تعملوا بيها. وهبتدي اساوي كده على قد ما اقدر بالشكل ده كده.
وعشان تتساوى كويس حطوا جنبكم طبق ميه، وكل شويه اغسلوا فيه الحاجه اللي انتوا بتساووا بيها عشان تتساوى معاكم كويس كده. بالشكل ده هفضل اعمل فيها لحد ما اسويها. شايفين اهي بتتساوى معايا. باخد الكريمه اللي اتشالت دي احطها في طبق الكريمه، وبعد كده بغسل الحاجه اللي انا بساوي بيها في الميه وارجع اساوي تاني بالشكل ده كده. هعمل بقى الجناش اللي انا هحطه على الوش. ده شوكولاتة بيضة هحط عليها نقطة، ده لون احمر اللي هو لون الطعام، وهبتدي اقلبه كده عشان يبقى معايا لون بينك. ولو متوفر عندكم بينك حطوا بينك، انا ما كانش متوفر عندي فانا حطيت اللون الاحمر وخليته خفيف خالص كده بالشكل ده. بعد كده بقى هبتدي احطه بالشكل ده كده، وهي الشوكولاتة هتنزل لوحدها وتعمل شكل. بمشي كده على الحروف وهي بتنزل لوحدها لحد ما اكمل التورتايه كلها بالشكل ده كده. هتطلع معايا بالشكل ده. اخدت من الكريمه شويه وعملتها لون بينك كده، وهبتدي اعمل كده الشكل ده اللي انتوا شايفينه. هضغط ضغطه صغيره خالص عشان انا عايزه يبقى الشكل صغير كده بالشكل ده، وهلف على التورتايه كلها بنفس الشكل كده. وبعد كده بقى هعمل فوق كده باللون الابيض دايره كده حوالين التورتايه من فوق كده. وبعد كده بالكريمه البينك هبتدي اعمل ضفيره كده بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. والضفيره دي كانت بنتي هي اللي طلبتها مني ان انا اعمل لها ضفيره بالشكل ده كده لحد ما اكمل التورتايه. وبعد كده هبتدي اعمل برضو فيها شكل كده صغير من الوش كده بالشكل ده، وهعمل ورد فوق ابيض كده. الورد الصغير اللي انا عملته في الجنوب ده هحط عليه فصوص بيضة كده بالشكل ده. وده الشكل اللي انا عملته في الاول، عملته انه صدفة بحر كده، وده الغطا بتاعه بالشكل ده كده. وحطيت فيه شوكولات صغير على انه لؤلؤ. طبعا ده اللي كان متوفر عندي، دي فكرة جات لي وانا بعمل التورتايه بس كانت حلوة جدا وبناتي فرحوا بها قوي. وده كان شكل التورتايه حلوة جدا، ما فيهاش اي حاجة، بسيطة قوي اي حد يقدر يعملها بكل سهولة. وده كان شكلها من جوه، شايفين حلوة جدا، شايفين عاملة ازاي، بجد تحفة. التورتايه كانت طرية جدا مع ان انا كنت لسه عاملاها، شايفين طرية ازاي، بجد كانت تحفة وطعمها كان خطير. شايفين حلوة قوي. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيها، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.